تخيل تصحى من النوم تلاقي في حسابك البنكي 2.5 مليار دولار كاش، تشتري أغلى قصر في أمريكا وتزايد على مشاهير هوليوود وتعيش حياة الملوك. المنطق بيقول إنك كده أسعد إنسان على الكوكب، بس الحقيقة المظلمة إن صاحب القصر ده كان قاعد في ضلمة أوضته بيكتب للعالم رسالة مرعبة: أنا عمري ما حسيت إني وحيد وفاضي من جوه قد دلوقتي. ده ما حصلش في فيلم سينما، دي قصة حقيقية لملياردير حقق كل حاجة ممكن تتخيلها، بس اكتشف متأخر إن امتلاك كل حاجة هو أسرع طريق لفقدان طعم أي حاجة. وإحنا النهاردة هنكشف السر المرعب لأسطورة الرضا، الفخ اللي بيقع فيه ملايين البشر وهم بيدوروا على السعادة. العلماء في علم النفس بيسموا الحالة دي مشاية اللذة أو التكيف المتعي. إحصائية صادمة بتأكد إن الفائزين بجوائز اليانصيب الضخمة بيرجعوا لنفس مستوى سعادتهم القديم بعد شهور قليلة جدا. المخ البشري بيعمل خدعة قاسية جدا، بيبرمج نفسك على إن الهدف الجاي هو اللي هيجيب السعادة، ولما توصل للهدف ده الدوبامين بيقل بسرعة وتلاقي نفسك مش مستريح ولسه حاسس بنقص، كأنك بتجري على مشاية رياضية مش بتوصل لأي مكان. اللعنة دي بتصيب الناس اللي ما بيعرفوش يفلتروا رغباتهم وبيعتقدوا إن الرضا معناه الاستسلام، مع إن الرضا علمياً هو السلاح الوحيد اللي بيصلحها وبيحمي عقلك من الانهيار. نرجع لقصة الملياردير الحزين ماركوس بيرسون المعروف باسم نوتش. الراجل ده هو العبقري اللي اخترع لعبة ماينكرافت. في يوم وليلة باع شركته لشركة مايكروسوفت بمبلغ خيالي. فجأة لقى نفسه بيملك ثروة مش هيقدر يصرفها حتى لو عاش 1000 سنة. اشترى قصر في بيفرلي هيلز ب70 مليون دولار، وكان بيعمل حفلات أسطورية بيحضرها أكبر نجوم العالم. المنظر من بره بيقول إن دي جنة على الأرض، بس ماركوس كان بيشوف حاجة تانية خالص. كان بيحس إن كل الناس اللي حواليه مش حقيقيين، وإن العلاقات كلها مبنية على المصلحة. الشغف اللي كان بيخليه يصحى كل يوم يبرمج ويخترع مات تماماً. ماركوس اتعرض لصدمة نفسية عنيفة. لما بتمتلك كل حاجة الأشياء بتفقد قيمتها ومعناها. السعي والمحاولة والوقوع والنجاح هم اللي بيدوا للحياة طعم. في تغريدة ليه كتب إني حاسس بفراغ رهيب ومفيش أي حافز أعمل أي حاجة. اللعنة دي بيتقال عليها لعنة الوصول. لما توصل لقمتك وما تلاقيش جبل تاني تتسلقه، الفراغ بيكبر جواك وبيبلع كل لحظة هادية في يومك. الأزمة مش في الفلوس، الأزمة إن المخ ما بيقدرش يفرز هرمونات السعادة من غير تحدي جديد. الرضا مش إنك تملك كل حاجة، الرضا إنك تسيب مساحة تستمتع فيها بالرحلة وما تسمحش للوصول إنه يقتل روحك. من هنا بتبدأ الماورائيات تتدخل في فكرة الرضا. الرضا مش مجرد استسلام للأمر الواقع زي ما بيفهمونا. الرضا هو فلتر طاقي خفي بيركبه عقلك عشان يخليك تشوف النعم اللي مستخبية في التفاصيل العادية. الجعان بيشوف رغيف العيش الحاف أجمل من أغلى وجبة في العالم. السر هنا مش في الأكل خالص، السر في حالة الاحتياج اللي بتخلق القيمة. لما بترضى بتعمل خدعة لنفسها ولعقلك الباطن، بتفرز موجات هادية بتطرد القلق وبتسمح للسلام الداخلي إنه يسكن في روحك. اللي مش عندك مش نهاية العالم، واللي معاك دلوقتي هو حلم كبير لشخص تاني في مكان تاني. السوشيال ميديا هي العدو الأول للرضا في العصر الحديث. احنا عايشين في فخ كبير بيخلينا نقارن كواليس حياتنا الحقيقية البسيطة بمشاهد متزوقة ومترتبة من حياة الناس التانية. الصورة اللي بتشوفها على انستجرام بتتبرمج في عقلك على إنها المعيار الطبيعي للنجاح. فجأة بتحس إن عربيتك مش كفاية وشغلك مش كفاية وحياتك كلها مش عاجباك. المقارنة دي بتسرق فرحتك باللي في إيدك. العلماء بيأكدوا إن التعرض المستمر للصور دي بيدمر مراكز الرضا في المخ وبيخليك دايما في حالة جوع نفسي ما بتحسش بالشبع أبدا. حتى لو بقيت أغنى إنسان على الأرض هيفضل جواك وحش بيطلب المزيد. لازم نفهم إن الرضا ما بيتعارضش مع الطموح. دي كذبة كبيرة بيروجوها عشان يخلونا دايما في ساقية الاستهلاك. الشخص الراضي مش إنسان كسول قفل بابه وما بيسعاش للتطور، بالعكس تماما. الشخص الراضي هو أكتر إنسان بيقدر ينجح بهدوء وثبات لأنه مش مضغوط،
بيشتغل وبيسعى وهو مستريح من جوه، عارف إن قيمته مش مربوطة برقم في البنك أو بعلامة تجارية بيلبسها. الرضا بيديك قوة درع خفية بتخليك تستمتع بكوباية الشاي على القهوة مع صاحبك كأنها رحلة لجزر المالديف. السر واضح، بس احنا اللي بنتعامى عنه. السعادة مش في امتلاك ما تتمناه، لكن السعادة في الرضا بما تملك. الطب النفسي الحديث بيثبت إن ممارسة الامتنان والرضا بتغير كيمياء المخ حرفياً. لما بتشكر ربنا على نعمة صغيرة، المخ بيفرز سيروتونين ودوبامين بطريقة طبيعية ومستدامة، مش زي الدوبامين السريع والمؤقت اللي بتاخده من شروة جديدة أو إعجاب مزيف. الخلايا العصبية بتبني مسارات جديدة بتخليك أهدى في مواجهة الأزمات. لما بتتقبل حياتك زي ما هي، انت بتعمل ريستارت لنظام التشغيل بتاع نفسك، بتقفل برامج القلق والتوتر اللي شغالة في الخلفية وبتستنزف طاقتك. الرضا هو الدواء السحري اللي ملوش أي أعراض جانبية، واللي بيحميك من لعنة الوصول وكل اللي ضاعوا في زحمة الطموح الأعمى. إزاي نطبق ده في حياتنا من غير ما تكذب على نفسك؟ الحل بيبدأ بخطوة بسيطة جدا اسمها الصيام المتقطع عن السوشيال ميديا. افصل نفسك عن حياة التانيين المزيفة وركز في تفاصيل يومك انت. كل يوم قبل ما تنام امسك ورقة وقلم واكتب 3 حاجات بسيطة حصلت وممتن ليها. كوباية قهوة طعمها حلو، أو مكالمة من شخص بتحبه، أو حتى إنك نمت ومفيش ألم في جسمك. التمرين ده بيدرب المخ إنه يركز على النعم بدل ما يركز على النواقص. افتكر دايما إن العالم ما اتخلقش لراحتك، وإنت مش هتاخد كل حاجة، فاستمتع باللي معاك قبل ما يضيع. في النهاية، قصة الملياردير بتدينا درس قاسي جدا. السعادة مش مستنية هناك على قمة الجبل. السعادة الحقيقية بتعيشها وانت راضي بخطواتك وانت بتتسلقه. لما تعرف ان مفاتيح السلام النفسي اهي في جيبك مش في حسابك البنكي، وقتها بس هتتحرر من سجن المقارنات. لو الحلقة دي نورت حاجة جواك أو خليتك تبص لحياتك بنظرة هادية ومختلفة، شاركنا في التعليقات إيه أكتر نعمة بسيطة في يومك بتحمد ربنا عليها. وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. لسه الطبيعة والنفس البشرية مخبيين أسرار كتير، وإحنا هنا في دهشة وحياة مستمرين في كشفها.